عاجل عاجل عاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الواحد هيعرف ينام شوية. النهاردة الواحد هيعرف ينام شوية. الحمد لله الحمد لله. انتهاء أزمة فتوح في نادي الزمالك. انتهاء أزمة فتوح في نادي الزمالك. الحمد لله. عايزين الدنيا تهدى شوية. عايزين الدنيا تهدى شوية. يا رئيس مجلس الإدارة، عايزين الدنيا تهدى شوية في نادي الزمالك. عقد المستشار مرتضى منصور مع اللاعب الكبير وبياخد دعم الجماهير، واللاعب الجماهير كلها في ظهره، وأنا من ضمن أحمد فتوح، جلسة في نادي الزمالك انتهت بالصلح. انتهت بالصلح بدون أي حاجة، بدون أي حاجة، عشان هو ذكر وأبوه ذكر وعيلته كلها واقفين مع الواد. انتهاء الأزمة الحمد لله. كده إن شاء الله هنشوف فتوح تاني في التدريبات، وإن شاء الله هنشوف فتوح واقف مكانه. بس اللي أنا عايز أفهمه الأهلي عاوز من الزمالك إيه؟ أنت يا أهلي عايز من الزمالك إيه؟ أنت رايح بتفاوض فتوح؟ أنت يعني بتصطاد في المية العكرة عشان في خلاف ما بينه وما بين نادي الزمالك؟ ابعد عنينا يا أخي. يا اخي ابعد عنينا. ما شغال بتجيب صفقات والدنيا ماشيه معاك، واول الدوري عايز ايه تاني؟ ما الدنيا ماشيه معاك والحظ ماشي معاك اهو. ومحمد مصلحي لبسك في اسمه ايه ده، مروان عطيه، الله اعلم اسمه كده، مروان عطيه الله اعلم. خلاص ابعد منينا. لا عايزين منك لعيبه ولا تاخد منينا لعيبه. خلاص 2005 ولحد 2010 الزمن ده انتهى. يا كل لعيبة الزمالك خلوا بالكم، خدوا درس من كهربا. اللي حصل مع كهربا يخليكم تتعظوا. رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب بيبيع أي لاعب بيجيبه من الزمالك بالرخيص، بس بيعمل عليك شو وبيعمل ضغط على الجماهير، والجماهير الأهلوية تقول الله يا خطيب وبس. كهربا مع السلامة، راح في خبر كان كهربا مع السلامة. فيا لعيبة نادي الزمالك خلي بالكم من الكمين بتاع محمود الخطيب. خلي بالكم خلي بالكم. الخبر الثاني بقى طلع علينا الأقرع البارد النطع. يا ساتر على كلاحة وشك يا ساتر. مهيب زفت، مهيب عبد الهادي، طلع علينا قال يقول ايه والنبي، قال انا قررت اسحب لقب البروفيسير من فيريرا لحد لما يثبت لي العكس. انت مين يا دي؟ انت مين يا دي؟ انت اللي شارك الكابتن رضا عبد العال بتصريحاته غير كده، والمصحف محد يتفرج عليك، واخبارك كلها فيك، والناس عارفه الكلام ده كله اونطه اللي انت بتعمله ده. انت اتحايلت على الكابتن رضا عبد العال عشان خاطر يجيلك البرنامج، فما تبقاش اقرع ومستفز، ما تبقاش بارد واقرع ومستفز. قال انا قال لحد لما يثبت لي العكس. انت مين انت يا دي؟ انت مين يا ده؟ انت بارد. وفي اخبار تاني. الخبر الثالث، في خبر منتشر حاليا على السوشيال ميديا، بس لسه الواحد يعني مش عايز يقول الاسم عشان ايه، يبقى فيه مصداقية ما بينه وما بين الجمهور. بيقولوا في بديل قوي جدا جدا لبن شرقي في مكان بن شرقي. طب ليه ما نقولش لبديل يوسف أسامة نبي؟ ليه ما نقولش بديل مثلا مصطفى شلبي؟ بس هو الخبر طالع كده. بيقولوا في جناح افريقي قوي جدا 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 الزمالك بيتفاوض معاه. ان شاء الله. ده يناير قرب يخلص، يناير قرب يخلص واحنا قاعدين يا نايم. احنا في يناير ويا نايم يا نايم. مش عارفين والله امتى هنجيب صفقات. على فكرة احنا المحتاجين صفقات. الاهلي مكسر الدنيا في صفقاته، مكسر الدنيا، جايب لعيبة افارقة مرعبة، جايب لعيبة افارقة مرعبة. احنا الزمالك عايزين صفقات، احنا الزمالك عايزين صفقات. ويا ريت الاهلي يبعد عن فتوح ويبعد عن
لعيبة نادي الزمالك يا عم خليك في حالك وانا في حالي، خليك في حالك وانا في حالي. هو انت السنتين اللي عدوا دول اثروا عليك ولا ايه؟ خلي نادي الزمالك في حاله والنادي الاهلي في حاله، واحنا كجمهور ما نقعش مع بعض بسببك انت وبسبب ادارتك الفاشله. ما انت ليك سنتين ما جبتش لعيبه برضه. الكلام ده للنادي الاهلي، انت ليك سنتين وحتى لما جبت لعيبه طلعوا لعيبه كسر. حسام حسن خدته ومشيته بعته بالرخيص. هي دي صفقاتك. وشادي عيسى ما نحن ومال الكلام ده. ابعد عنينا ابعد عنينا. اخيرا، قيمة شيكابالا كلاعب اقوى من اي عقد رعاية. قيمة شيكابالا كلاعب اقوى من اي عقد رعاية. طلع علينا الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا امبارح بيقول تيشيرت الزمالك اقوى من اي حاجة، والشركة الراعية اللي حتاجي ترعى نادي الزمالك حتكسب مكاسب مهولة. وفعلا هو شيكابالا بيجي أيقونة نادي الزمالك. فإن شاء الله خير، وإن شاء الله يا عم الهدوء على نادي الزمالك، وإن شاء الله نشوف صفقات بقى. عايزين صفقات أعمل لك زي شوشو. عايزين صفقات يا كابتن، عايزين صفقات يا عم، يا عم عايزين صفقات. إن شاء الله خير، وإن شاء الله انتظروني في كل الأخبار الجديدة. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم.